عليكم الإخوان الأخوات، مرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي. درتها للناس، يعني مجموعة ديال الناس كيسولوا تيقولك أنا بغيت نوجد لهاد المباراة هادي، ما عرفتش يعني منين غادي نبدا، شنو هي الأمور اللي غادي نركز عليها، ولا كيقولك أنا ديجا دوزت العام فايت وما نجحتش. إذا درت هاد لا فيديو هادي باش نشرح لكم نوضح لكم الأمور يعني بكل بساطة، وتعرفوا يعني جميع الأمور والطريقة اللي غتبعها باش أنك توجد لهاد المباراة هادي وتكون النتيجة إن شاء الله. إذا كما كتعرفوا فهاد المباراة هادي غادي دوزها سواء كنتي يعني تخصص ابتدائي أو لا بغيتي تدفع يعني أحد التخصصات مثلا اللغة العربية ولا الفرنسية ولا التربية الإسلامية، فهاد الطريقة هادي هي اللي غادي تتبع. إذا المباراة كما كتعرفوا فهي كدوز في ثلاثة ديال الأمور، كدوز في ثلاثة ديال الحوايج. شكون هما؟ إذا سواء كنتي تخصص ولا كنتي يعني غتدفع الابتدائي المزدوج. إذا أول حاجة كدوز المواد، ثم ديداكتيك وعلوم التربيه. اذا ثلاثه ديال الامور: المواد، ديداكتيك وعلوم التربيه. الا كنتي انت يعني غتدفع للتخصص فغدوز الماده، يعني انت اللي عندك الاجازه فعلا التخصص فيها، مثلا كنتي انجليزيه ولا اللغه فرنسيه ولا كيمياء ولا الفيزياء، غدوز في هذيك الماده، يعني المعارف ديال ديك الماده. ثم كذلك غدوز الديداكتيك ديالها وعلوم التربيه. صافي، اذا هنا الامور باينه. بالنسبه للناس ديال الابتدائي فغيدوزو هما في هاد المواد هادو اللي كتشوفوهم. اذا اول حاجه غيدوزو في الرياضيات، في النشاط العلمي، في اللغه العربيه، في اللغه الفرنسيه. غادي تقول لي فين غنلقاو هاد الدروس؟ شكون هما هاد الدروس هادو اللي غادي نراجعوا في هاد المواد في الرياضيات وفي النشاط العلمي؟ اذا هاد الدروس هادو هما ديال الابتدائي وديال الاعدادي. بيان سور غادي تقول لي منين غنجيب هاد الدروس؟ اذا اول حاجه غديرها هي انك غتاخد واحد الورقه غتحطها حداك وغادي تجبد، يعني تدخل كونيكسيون جوجل، غتجبد نماذج المباريات السابقه. اذا من خلال دوك النماذج المباريات السابقه غدير واحد الاطلاع عليها وغادي تبدا تشوف يعني الدرس اللي عندك، يعني الاسئله. مثلا هذا الدرس هذا كاين نكتبو، ثم كذلك هذا الدرس كيتعاود هنا. اذا نشوف هاد السنه هذه نعاود عاوتاني نجيب ديال السنه الثانيه ديال السنه اللي جايه من موراها هكذا. اذا هنا غنكون جبت جميع الدروس يعني اللي كتحط في المباراه. اذا انا وجدت هاد الدروس هذه انا كتبتهم عندي. اذا اش غندير دابا؟ مثلا عندي واحد الدرس، اذا الاغلبيه دابا فيكم تيقولك انا وجدت يعني الدرس ومنين كنمشي للمباراه ما كنلقاش داكشي اللي وجدت. اذا فين كاين الخطا هنا؟ اذا انت كتمشي مثلا كتقرا، كتجبد الكتاب بحال هكا، لقيتي الدرس ديال التوكيد، كتمشي كتقرا الدرس ديال التوكيد، كتاخذ معلومات عليه، كدير التطبيق ديالك. ولكن ملي كتمشي للمباراه ما كتلقاهاش داكشي اللي انت قريتيه، بالتالي ما كتوفقش في هذه المباراه هذه. اذا اول حاجه خصني ندير، انا قريت يعني هذا الدرس هذا، كنمشي كنخدم على نماذج المباريات السابقه، كنطبقو في يعني كناخد، يعني كندير واحد، تندير الكونيكسيون، تنتيليشارجي جوجل راه فيه كلشي. غنجبد الدروس غنقراهم مزيان ونحاول نابليكيهم على نماذج المباريات السابقه، غنخدمهم، يعني غنشوف يعني الطريقه اللي كيتطرح بها داك الدرس في هذه المباراه. اذا هذه هي الطريقه الصحيحه. اما باش غادي تمشي وتقول لي انا قريت مثلا هذا الدرس هذا وحفظت يعني القاعده وطبقت التمارين ديالو، فما كافياش، يعني ما غتفيدش هاد الطريقه هذه نهائيا. اذا خاصك تاخذ الدرس ديالك وتحاول انك تابليكي على نماذج المباريات السابقه. هذه كانت من جهه. المساله الثانيه هو بالنسبه باش نوجد الرياضي والنشاط العلمي كما كتعرفوا فغادي تكون يعني باللغه الفرنسيه، يعني نحاول يعني نبحث على الدروس باللغه الفرنسيه، نقلب عليهم ونوجدهم. ثم كذلك بعض الامور اللي بغيت ننبه ليها، مثلا انا علمي راه غادي نكون ضعيف بيان سور في المواد الادبيه. اذا وكما كتعرفوا مباراه التعليم فيها النقطه الاقصائيه اللي هي 5، اذا النقطه 5. اذا خاصك تجنب هذه النقطه، راه واخا تجيب تكون علمي وتجيب مزيان نقطه زوينه في الرياضيات والنشاط العلمي، وهنا يعني جبتي نقطه اقصائيه يعني تقصاني بشكل مباشر من المباراه. اذا نحاول انني نركز على جميع الجوانب ونبدا بالامور اللي انا ضعيف فيها، نحاول الامور اللي انا ضعيف فيها نحاول نقراها ونوجد لها مزيان. ها انا وجدت المواد ديالي، كتبت لا ليست اللي فيها يعني المواد كاع، يعني الدروس اللي غادي نوجدهم، جبت المباريات السابقه ديالي اللي غنخدم عليهم. غندوزو هنا الثانيه هي الديداكتيك. اذا الديداكتيك شنو كيتطرح في هذا الديداكتيك؟ الديداكتيك هو الطريقه ديال التدريس ديال ديك الماده. اذا
مثلا انا قريت واحد الدرس مثلا هنا، قريت واحد الدرس ديال التمييز ولا شنو كيطرحوا لي في الديداكتيك، تيقولك ما هي المده الزمنيه فاش تيتقرا هذا الدرس، مثلا فاش كنقدموا، شكون هي المستويات اللي كيتقرا فيهم هذا الدرس هذا، شكون هي المراحل ديال البناء هذا الدرس، ثم كذلك الاهداف ديال هذا الدرس. اذا هذه المعلومات تقول لي منين غنجيبهم، هذه المعلومات ديال الديداكتيك ديال الماده فين غنلقاهم؟ اذا غتمشي جوجل غتيليشارجي المنهاج الدراسي ديال السنه ديال 2021، فمن خلال هذا المنهاج هذا راه كاين، غنحطو ان شاء الله التلخيص ديالو على القناه ديالنا ديال المدد الزمنيه والاهداف، غتطالع عليه راه كيتطرحوا اسئله مباشره في الديداكتيك من هذا المنهاج الدراسي. يعني يكفي انك تيليشارجيه وتطالع عليه يعني حنا على القناه ديالنا غنحاولوا اننا نحطوه لكم وغندير لكم التلخيص ديالو باش انكم ان شاء الله تستطيعوا انكم تجاوبوا على الديداكتيك ديال المواد، يعني الطريقه ديال تدريس هاد المواد. اذا يعني الطريقه فهي سهله. غنجي لعلوم التربيه. علوم التربيه كنصحكم ما تبداوش بها. علوم التربيه لا سونس ديديكاسيون راه بحر يعني كبير، ما غاديش يمكن لك انك انت غتجي وغادي تقرا تبدا بها الاولى غادي تدوخ. اذا حاول تبدا بالمواد ودوز الديداكتيك، عاد خلي علوم التربيه دير واحد الاطلاع عليها. اش كيطرحوا لي في هاد علوم التربيه؟ اذا علوم التربيه شنو خصني ندير؟ نراجع المستجدات. المستجدات غنحطهم لكم ان شاء الله على القناه من 1900 من الميثاق الوطني حتى 2025. اي مستجد، القانون الاطار، الرؤيه الاستراتيجيه، الخريطه الطريق، كاع هاد المستجدات هادو الاصلاحات دازت بها المنظومه ديال التربيه والتكوين في المغرب، خاصك دير واحد الاطلاع عليها. ثم كذلك تراجع المقاربات، البيداغوجيه الفريقيه، بيداغوجيه الخطا. اذا هاد النظريه ديال التعلم، علم النفس التربوي، الحياه المدرسيه، كذلك المجالس المؤسسه، الانديه، التنظيم ديال الاكاديميه، هاد الامور هذه اللي كاينه في علوم التربيه فغنحاولوا اننا نخدموا عليها ونحطوها لكم بشكل ملخص على القناه. يعني ما تشغلش راسك بهذا الجانب هذا، لان الا جيت تقرا هنا كيكونوا يعني داكشي يعني كبير بزاف، يعني ما تقدرش انك تحط بجميع الاسئله هذه. وحبذا لو انك تمشي ودير واحد الاطلاع على نماذج المباريات اللي في علوم التربيه. وكذلك هنا هاد المعلومات هادو اللي قلت لكم دابا فغنحاول انني كذلك نبارطاجيهم معكم على الجروب ديال الواتساب، راه غنحطوا لكم لي ليان ديالو يعني رقم الواتساب على الشاشه اللي بغى ينضم لينا لمجموعه الواتساب. اذا كانت هذه يعني الطريقه اللي غادي نتبع باش انني نوجد المباراه، سواء كان التخصص ديالي ابتدائي ولا كان عندي التخصص. اذا هذه هي الامور، يعني لا يعني وبدا من دابا، ما تحاولش انك تبقى تاجل تبقى تقول يعني مازال الوقت، بالعكس بدا من دابا وخوي راسك من ديك الهضره ديال واش غندوز في الانتقاء ولا ما ندوش. يعني بدا وجد من دابا، ونتمناوك ان شاء الله التوفيق والنجاح. واي استفسار ولا اي سؤال مرحبا بكم، نخليكم الرقم ديال الواتساب ديالي ومجموعات كذلك على الواتساب. كنتمناو لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.